أهمية الدين. والله هو الدين هو بداية كل حاجة يعني أنا يمكن لما بدأت فعلا أكون نفسي شوية وأتعلم أنا عايز أروح فين، وأبدأ فعلا أستفيد من وقتي أكتر وكده. هو ما كانش من الدين بس يعني أجي أسمع حاجة أحكي قصة يعني. أنا في سنة أولى، أول لما دخلت الجامعة، وده كنت اتعلمت لغات برمجة كتير. يعني كنت اتعلمت بايثون وجافا، وجربت حاجة، جربت جافا سكريبت، وجربت بي اتش بي، وجربت مش عارف قعدت العب في حاجات كتير قوي. بس ما كنتش فاهم ازاي الحاجات دي فعلا بتكونتريبيوت للشغل. يعني مثلا ما كنتش مثلا بشوف مثلا على جوب بورد، ما كنتش بشوف مثلا بايثون ديفلوبر، ده ما كانش حاجة موجودة. يعني على طول كان مثلا ديجانجو او فلاسك او مش عارف يعني فريم ورك بيست على بايثون، او رياكت مثلا اللي هو بيست على جافا سكريبت، حاجات زي كده يعني. ف في سنة أولى بدأت أشوف يعني هو أنا رايح فين. يعني هو طبعا ده بيسموه يعني الاكزيستنشال كرايسيس يعني. و I think ناس كتير بتمر بيه. أنت بس I think كل حد اكشلي بيمر بيه، هو بس الفرق إن أنت بتمر بيه إمتى. أنا حصل لي يمكن في آخر سنة أولى، آخر الترم الأول في سنة أولى. I think حوالي الفترة دي يعني خصوصا في ناس يعني بيحصل لها مثلا في سنة تالتة أو سنة رابعة قبل ما تتخرج على طول. بس يعني طبعا انا شايف ان هو كل ما يحصل لك بدري كل ما يبقى احسن، كل ما انت تستوعب اللي هو يعني انت خلاص المدرسة خلصت، ودلوقتي انت داخل في جامعة، ومفروض كمان 4 سنين تبقى قادر ان انت، دول 3 مش 4، كمان 4 سنين تكون قادر ان انت يعني تلاقي شغل. وبعد كده بعد ما تلاقي شغل يعني تتجوز، وبعد كده بعد ما تتجوز تفتح بيت، وبعد كده تعمل ايه، ومحتاج تجيب فلوس، ومحتاج تعيش لوحدك، ومحتاج ان تبدا تستوعب الريسبونسبيلتيز اللي هتبقى عليك. خصوصا انا هتكلم طبعا من منظوري كولد. يعني انا ما اقدرش اتكلم عن منظور بنت، بس هتكلم من منظور ولد وخلاص عشان ده اللي انا ولد فاقدر اتكلم عن كده يعني. ف الريسبونسبيلتيز اللي وراك لما تبقى فعلا تستوعب قد ايه هي كبيره وتقيله عليك، ومحتاج فعلا يعني تحس ان انت ما عندكش وقت كفايه تعمل حاجه اصلا، تحس ان انت بيهايند قوي قوي يعني. ف في سنة أولى كنت محتاج اسكيب. يعني كنت محتاج ألاقي حاجة تموتيفيتني، أو يعني تحسسني إن أنا يعني أولا تطلعني من الخوف أو الرعب اللي أنا كنت فيه من المستقبل، وفي نفس الوقت تديني الموتيف اللي أنا أعرف أشوف يعني خلاص بقى همشي إزاي وأعمل إيه. فوقتها اللي أنا أكشلي توجهت له وقتها كان كنت بشوف ليكتشرز، حاجات بقى عارف انت لما تسرش على اليوتيوب موتيفيشنال كليبس وموتيفيشنال فيديوز مش عارف ايه، كنت انا من الناس دي وقتها يعني. فكان احلى الحاجات اللي شفتها كان حاجه لجوردن بيترسون، هو دكتور يعني في جامعه في كندا، ويمكن يكون في ناس من اللي داخل يونيفايد عارفاه يعني. هو دكتور هو سايكيات، كلينيكال سايكولوجيست اي جاس ده الترم الصحيح يعني. شخص يعني دكتور في السايكولوجي وعلم النفس والحاجات اللي زي كده يعني. وكان عامل ليكتشرز عن البيرسوناليتي. هي اكشن هو كان كورس عن البيرسوناليتي يعني، ولكن الكورس ده جوه الليكتشرز بتاعته كان بيتكلم عن حاجات في الحياة عامة، وكان بيعرف يربط كويس جدا حاجات في علم النفس بالحياة، وازاي ان انت يعني مواقف معينة في حياتك تعرف تفسرها وتوصفها عن طريق علم النفس. فالكورس اكشلي جاب popularity رهيبة، رهيبة قوي يعني الراجل اصلا اتشهر عشان الكورس ده، رغم ان هو كان جاست كورس هو مسجله في الجامعه عادي، كان كورس بيديه لطلبه يعني. ولكن عشان طبيعه الليكتشرز وطبيعه الانسبريشن والنصح اللي هو كان بيقوله، الناس اتشدت للكورس ده جامد يعني. وده اللي انا بدأته في الاول. انا اكشلي ده كان المين موتيف بتاعي، كان هو عن طريق فكره علم النفس، ان انت تفهم نفسك شغاله ازاي، يعني ايه يعني ايه اسمه ايه الانكونشس، ويعني ايه يعني ايه الديفرنت ايدياز من علم النفس اللي انت ممكن تستخدمها عشان تفهم نفسك اكتر، وهكذا يعني. وده اللي انا بدأت بيه في الحقيقة يعني. واكشلي الموضوع وصل ان انا كنت فان بوي شوية لجوردن بيترسون، لدرجة ان انا وصلت ان انا اشتريت الكتاب بتاعه وقريته كله. يعني الكتاب بتاع اللي هو 12 rules of life تقريبا I think ده كان اسمه يعني. ده كان انا كنت بطلت قرايه بقالي فتره صراحه يعني، بس لما كنت عشان انا كنت انفولفد قوي في الحوار ده، فاشتريت الكتاب اهو يعني أهو. اشتريت الكتاب واكشلي قريته كله من اوله لاخره، وفعلا استمتعت بيه يعني. فكنت very involved في الحاجات اللي هو بيقولها، كنت بستخدمه كمين انسبريشن ليا وطريقه كلامه، وان انت لازم يعني المين ايديا عامه من اللي هو كان بيقوله للي ما يعرفوش يعني. كان الايديا بتاعت ان انت كولد على الاقل، أم،
مش هتلاقي meaning في الحياة غير لو انت شلت responsibility، which is ضد الانتويشن. يعني انت you would think ان انت مثلا لو عايز تعيش بقى حر وتبقى مبسوط ومش عارف ايه، شيل responsibilities عشان شيلها اللي هو يعني ابعدها، مش شيلها اللي هو فعلا شيلها يعني. فاللي هو عشان لو انت عندك responsibilities اقل، ضغوطات اقل، ستريس اقل، فهتبقى مبسوط يعني. هو ده الانتويشن يعني، ده الايديا الانتويشن اللي عند معظم الناس. ولكن بالنسبه للولاد خصوصا، يعني انت لو مش شايل responsibility ما بتحسش ان انت ليك لازمه جديا في الحياه. وده اللي انا كنت حاسه وقتها، كنت حاسس ان انا بعملش حاجه، ما عندي يعني مش ما عنديش شغل، مش متعلم حاجه فعلا تساعدني في الشغل، واعمل ايه يعني. اللي هو كنت حاسس ان انا مش عارف اعمل ايه في حياتي يعني. فمشيت في الطريق ده شويه لحد ما جه في يوم من الايام يعني اوريدي يعني ما اقدرش اقول ان علاقتي بالدين كانت سيئه. علاقتي بالدين كانت على طول معقوله. يعني كنت بصلي عادي، وكنت بصوم والكلام ده كله. يعني عمري ما كنت بعيد قوي عن الدين، عشان اهلي كانوا كويسين في الدين يعني. هو الحمد لله يعني قوي على النقطه دي. وكنت حتى برضو قعدت فترات كتيرة في السعودية. يعني أنا عشت سنتين ونص تقريبا في السعودية، وكنا بنروح عمرة كتير وشفت الكعبة كتير، وزرت مكة كتير والكلام ده كله. ورحنا المدينة ورحنا أماكن كتيرة. فأنا كنت يعني اتعرضت للحاجات دي كتير في حياتي. فعمري ما كانت علاقتي بالدين سيئة، بس عمرها ما كانت برضو قوية يعني. ما اقدرش اقول كده يعني. خصوصا ان انا برضو قبل الجامعة، خصوصا لما كنت في ستيم، اللي هي مدرسة المتفوقين في علوم التكنولوجيا. مدرسة يعني اللي بره مصر، يعني للشخص الناس اللي هي من بره مصر يعني، او يمكن ما تعرفش هي ايه. ستيم هي زي مدرسة أو فروع أو مجموعة مدارس يعني. الايديا ان هي بتاخد اكتر ناس شاطرة من الاعدادية، ويحطوهم في مكان واحد عشان يبقوا حاجة احسن يعني. هو ده كان الايديا بتاعت ستيم. بس النقطة الأساسية في الحتة دي إن هي ستيم كانت مدرسة داخلي. أنت بتقعد في المدرسة وتقعد تبيت هناك الأسبوع كله. وطبعا باعتبار إن أنت هتقعد يعني اسمه ايه، هتقعد طلاب من اماكن مختلفة من حوالين مصر في مكان واحد، ومن غير سوبرفيجن يعني. كان في يعني ناس يعني موجودة في السكن، وطبعا في مدرسين. بس احنا وقت بعد المدرسة او قبل المدرسة كنا بنقعد في السكن من غير اي سوبرفيجن يعني. كان في ناس موجودة بس ما كانتش يعني بتركز قوي، وكانت سورت اوف يعني هم اصحابنا يعني الى حد ما. لما نتحط في بيئة زي دي، طبعا هيظهر الشتايم، طبعا هيظهر العادات السيئة بتاعت التينيجرز عامة، المراهقين. عشان يعني الشخص وهو في السن ده هو نوت اكزاكتلي اكتر شخص سوي يعني، خلينا واقعيين. خصوصا لو هو جاي من بيئة مثلا محافظات مختلفة ومش عارف ايه بقى. فكل بيئة ليها طبعا حاجات بتاعتها. بس يعني في بيئات مثلا مدارس حكومة، حاجات زي كده. مش قصدي اقلل مدارس حكومة في حاجة، بس يعني اللي هو الشتايم مثلا بتبقى موجودة في بيئات اكتر من بيئات تانية. فور اكزامبل يعني. فانا في المدرسه بطبيعه البيئه اللي هناك يعني، انا اتعلمت قاموس الشتايم من اوله لاخره. ما كنتش اعرفه اصلا، بصريح معاك. او كنت اعرف حاجات اللي هو يعني الهبله يعني، اللي هو عبيط ومتخلف مش عارف. ما كنتش اعرف بقى الحاجات الادفانسد يعني. ماشي. فتعلمت قاموس الشتايم من هناك، وتعلمت ازاي افبرك، وتعلمت ازاي ان انا مهتمش يعني. اتعلمت حاجات كتيره من ستيم. ويعني اظن لو جبت والدي هنا يتكلم يعني هيحكي لكم قد ايه هو شايف ان انا اتعلمت كل اللي هو بيسميه الستيم ستايل يعني. اللي هو اتعلمت حاجات كتيره من ستيم ما كانتش كويسه. ف not exactly اكتر بيئه تظبط لك الدين يعني. خلينا نبقى واقعيين. ماشي. وطبعا في غش، وطبعا في الكلام ده كله. ده كده كله موجود يعني. ده الديفولت يعني. ف بعد ما دخلت الجامعة بقى وكده، وبعد أول يعني زي ما قلت يعني في نص السنة أو في نص الترم التاني بتاع سنة أولى، أو في أول سنة تانية في الوقت ده، بدأت أشوف أتعلق شوية بالدين يعني. مش فاكر برضو صراحة بدأت إزاي، بس يعني غالبا كان عن طريق اليوتيوب. أظن كان في مش فاكر مين، غالبا كانت أحمد عامر، ممكن تبقوا ناس عارفينه يعني. كنت شفت السيرة النبوية وقتها، وبدأت اسمعها كده في وقت فراغي. وبدأت فعلا وقتها برضو كنت بدأت احفظ قرآن شوية. او كنت اكشلي هو ده اللي بدأ فعلا. افتكرت خلاص. اللي بدأت ان انا كنت يعني كنت في اوقات معينة كنت برضو حزين يعني، عادي يعني، ديبريشن والبؤس والحزن بتاع الحياة عادي يعني. او عشان انا مراهق وبأفور بأفور الامور، ده برضو وارد يعني، سواء عايز تفسرها كده او كده. بس كنت على طول وانا فوق يعني. دي برضو حاجة
يعني جميلة صراحة، ان انت وقت لما تكون متضايق او زعلان او وقت ضغط او كده، غالبا انت بالفطرة بتروح للدين. يعني بحس كده يعني بتروح تسمع قرآن، بتروح تصلي لو انت مصليتش. يعني بحس ان ده حاجة فطرية في الانسان، ودي حاجة جميلة قوي يعني. فانا وقتها كنت بدأت اسمع سورة يوسف اكتر. عشان نوع الناس تقعد تقول لك اللي هو لما تحس بحزن او هم اسمع سورة يوسف وهتبقى كويس مش عارف ايه. بدأت اسمعها وفعلا حسنت لي الموضوع، وكانت بتساعدني ان انا انام، وكانت بتساعدني في حاجات كتير. ومن كتر ما انا كنت بسمعها انا حرفيا حفظتها. يعني انا حفظت سورة يوسف اللي هي كانت كنت اسمعها من مشاري. ده كانت الاوديو تقريبا 45 دقيقة ولا حاجة كده. حفظت 45 دقيقة كلهم جاست من كتر السمع. وبعد كده عملت بوست على الفيسبوك وقتها بتكلم عن يعني قد ايه الموضوع كان جميل، وان انا حفظتها عن طريق السمع، وكنت مبسوط بنفسي قوي، وكنت معرفش كنت يعني كنت مبسوط، كنت حاسس ان انا في حاجة اكتشفتها جديدة في حياتي. وبعد كده دي كانت البداية. فبعد كده بدأت بقى أسمع حاجات عن الدين أكتر، فيديوهات عن الدين، عمر عبد الكافي، أحمد عامر، دول اللي أنا بدأت بيهم غالبا يعني. بدأت أسمع فيديوهات عن الآخرة والدنيا وحاجات مبادئ الدين عامة عاملة ازاي، والإسلام عامل ازاي وكده. واللي أنا عايز أقوله إن أنا يعني لقيت في الدين اللي أنا لقيته في علم، اللي أنا لقيته عند جوردن بيترسون وفي علم النفس، وطبعا والزيادة بهبل. أنا لقيت إن يعني حسيت ان هو اصلا يعني اللي جوردن بيترسون ده بيقوله اللي هو علم النفس، علم النفس كله على بعضه يعني هو تقريبا متلخص في الدين. يعني اللي هو اللي الدين بيقولك تعمله هو جوردن بيترسون بيقوله لك، بس الى حد ما هو مش عايز يذكر الدين في كلامه. هو عايز يتكلم عن طريق العلم والاكسبيرمنتس وكده. بس في الحقيقه يعني هو اللي هو بيقوله واللي الدين بيقوله هما نفس الحاجه يعني. مش طبعا مش نفس، مش انا لو قلت كده انا بقلل من الدين صراحه يعني. بس اللي هو يعني ده المعنى اللي عايز اوصله، ان انا يعني لقيت في الدين الحاجه اللي أنا لقيتها في جوردن بيترسون والزياده. بدات بعد كده اتوجه للدين اكتر. و... ومع الوقت بدات اشوف بقى بودكاست بتاع وعي مثلا. وخلصت السيره النبويه بتاعت احمد عامر. وبعد كده بعد كده بدات في سلسله الصحابه وخلصتها. واكشلي سلسله الصحابه من الحاجات اللي انا حبيتها قوي، عشان هي فعلا سلسلة الصحابة بتاعت أحمد عامر بتعلمك يعني ازاي فعلا تعيش حياتك كمسلم فعلا. يعني لما تشوف مواقف الصحابة في الحياة وازاي كانوا بيتعاملوا مع صدمات مختلفة ومشاكل مختلفة، بحس دي من أكتر الحاجات اللي هي فعلا مفيدة عشان بتعرف تطبقها على طول. وعامة أحمد عامر على طول بيسمي نفسه شخص عملي وكده يعني، فا I think ده مناسب، وده اللي أنا برضو ارتبطت بيه قوي يعني. يا عم أهو، يا عم أهو، الدين فوق. ف واللي أنا ارتبطت بيه يعني قوي يعني. أم، وبس. وبعد كده الموضوع زي يعني ربنا فتحه عليا، ما اقدرش اقول حاجه غير كده صراحه يعني. كنت بروح الجيم وانا مثلا على التريد ميل، او انا بخلص الكارديو بتاعي ولا مش عارف ايه، كنت بسمع الليكتشرز بتاع جوردن بيترسون. وبعد كده طب ما اسمع يعني سلسله دينيه احسن. بعد كده بقى الجيم بتاعي مربوط ان انا بسمع حلقه من الدين او حلقه من وعي او حاجه زي كده. فبقيت بتعلم دين كل يوم. طبعا طول ما انا كنت بروح الجيم كل يوم، في اوقات طبعا كنت بكسل او بروحش وكده، بس يعني جنرالي يعني. وبدات احفظ قران اكتر. يعني البوست بتاع الفيسبوك ده، دي حاجه برضو عجيبه صراحه. انا ما كانش عندي ريتش حلو على الفيسبوك، عمري ما كان عندي ريتش حلو على الفيسبوك غير البوستات دي يعني. البوست ده خصوصا انفجر يعني. طبعا انا هقول رقم ممكن يبقى بالنسبه لكم حاجه هبله، بس هو بالنسبه لي جاب مثلا 120 رياكت حاجه زي كده. اللي هو بالنسبه لي كان حاجه كبيره قوي. انا عمري ما كان بيجي لي الارقام دي اساسا. انا كان اخري 8 10 20. ده 20 ده اللي هو يعني مدمر يعني. ف يمكن ده برضه كان حاجة من ربنا عشان يشجعني في الطريق أكتر. وبدأت أحفظ أكتر. حفظت سورة الكهف عشان أعرف أقرأها يوم الجمعة من غير ما أضطر أفتح مصحف. ودي أكثر من الحاجات اللي فادتني جدا في حياتي. أنا حتى هذا اليوم بقرأها يوم الجمعة من الذاكرة من غير ما أفتح مصحف يعني. وفادتني كتير أوي، خصوصا لو أنا مسافر. عشان وأنت مسافر لو مثلا يوم جمعة يعني ما اعرفش يعني، بس اللي هو على طول عندك تقدر تقراها كده. لو انت ما لقيتش مصحف، لو انت مثلا عايز تقراها وانت في طريقك للمسجد مثلا، او انت ماشي من المسجد، تعرف تقراها في اي وقت خلال يوم الجمعة كله ومن غير اي صعوبة يعني. فحفظت سورة الكهف. والبوست برضو فرقع برضو كان عالي قوي. ويعني مش عارف، يمكن يعني الناس بس يعني يمكن في اقبال من الناس ان هي ترياكت على الحياة الدينية عامة
عشان انا بحس الناس كلها عامه حتى على الفيسبوك، حتى لو هم مش اكتر ناس ملتزمين او محافظين على الدين بتاعهم، لو في حاجه جميله دينيه اتقالت بيرياكتوا عليها. هي جست حاجه كده فطريه صراحه يمكن يعني. بس انا كنت بشوف ان هو يعني يمكن طريقه بشجع بيها ناس تانية، وكنت بشوفه يعني كان في ناس عندي في الكومنتس فعلا، وناس برضه اتعرفت عليها عن طريق حاجه زي كده، ان هو جست بيخش يشجعني ويقول لي مثلا جست لقيت ناس زيي، ناس عايزين يبقوا زيي يعني، مش عايزين يبقوا زيي عشان انا جامد يعني، بس اللي هو عايزين يبقوا برضه كويسين في الدين. وكنا بنشجع بعض، ولقيت كوميونيتي جميل قوي. وحسيت ان يعني هو ده الطريق يعني، فعلا يعني لما خصوصا بقى انا بدات اخش بقى اكتر واشوف حاجات ادفانسد، يعني اللي هو التفسير بتاع القرآن طبعا، يعني ده بالنسبة لناس تانية هتلاقي حاجة هبلة يعني، بس اللي هو التفسير بتاع القرآن، وابدا افهم السور اللي انا بحفظها، عشان انا كنت بحفظها كده وخلاص، كنت بحفظها ان انا كنت بقعد اسمعها كتير في العربية وانا رايح الجامعة وانا راجع من الجامعة مش عارف ايه، فبدات احفظها عن طريق كتر السمع يعني. بس بقى افهم بقى هي بتحكي ايه، وايه المواقف دي، والقصص بتاعت الانبياء نفسها كانت عاملة ازاي، والدين ازاي، ازاي الدين عامل في المعاملات. دي حاجات برضو اللي ساعدتني قوي يعني، عشان انا برضو مش هبقى صريح يعني، انا في سنه اولى برضو كنت يعني ساعات بكلم بنات برضو، وكان في يعني كنت اللي هو يعني كان عندي بينيفيتس يعني، فكان عندي فرص ان انا اكلم بنات، وكنتش يعني كنت شايف الموضوع غلط يعني، برضو كنت في اللي هو الموقف او في البوزيشن بتاع اللي هو يعني انا مش بعمل حاجة حرام عشان انا بس بكلمها كده على جنب عشان بس احجزها عشان بعد كده اتجوزها، فنيتي كده صالحة فكده مش حرام. فكلمتين اللي هو يمكن ناس كتير قالتهم يعني. غالبا انا سمعت ناس كتير قالت الجملة دي يعني، فهي حاجة كومن يعني وقتها يعني، بس هو فعلا انا كنت شايف ان انا عشان بعمل كده فانا كده نيتي سليمة فكده تمام يعني. بس بعد كده لما اشوف بقى بدأت اشوف اتعلم اكتر عن الدين وعن المعاملات، وازاي التعامل، ازاي تعامل الولد مع البنت وليه ده كده عامة، بتبدأ تشوف ان هو الدين فعلا ان هو مظبط لك الحياة المثالية يعني، بيحط لك الستاندرد او الجول بتاع الحياة او الحاجات اللي انت لو عملتها فعلا هتعيش حياة بيرفكت يعني، ما تقدرش تنكر ده. ف... فده يعني يمكن رحلتي شوية في الموضوع، ان انا بدأت يعني عن طريق جوردان بيترسون وحاجات زي كده، وبعد كده انتقلت للدين. ويمكن برضه في فيز في النص يعني، في برضه اندرو تيت برضه لازم اعترف ان هو كنتش بسمع له قوي يعني قبل كده، بس بعد كده وانس ما دخل الاسلام بدأت يعني انترست اكتر في اللي هو بيقوله. وهو فعلا برضه ساعد يعني، انا بحس ان هو انا مش عارف برضه حد الصراحة يعني الميكس عامل ازاي، عشان برضه في حاجات اندرو تيت بيقولها لا تنطبق مع الدين قوي، زي مثلا فكرة اللي هو يعني التفكير بتاع ان هو انا اقدر اعمل اي حاجة عن طريق قدراتي انا. ده ضد الدين شوية، عشان الدين بيقول لك ان يعني اي حاجة بتعملها، اي حركة يعني اللي هو اعوذ يعني في حاجة في اذكار الصباح اللي هو اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامات اللي هو معناها اللي هو يعني انت حرفيا كل نفس بتاخده، كل مفصل في صباعك وانت بتحركه، كل حاجه من دول هي باذن ربنا. فيعني ان انت تقدر تعمل حاجه او ما تقدرش تعملها ده بايد ربنا مش بايدك انت. فكنت بفولو اندرو تيت، بس بحاول احافظ على يعني كوشسنس، او ان انا بحذر ان انا ما اخدش حاجه منه تبقى ضد الدين. هو هو مسلم وكل حاجه، بس برضه هو مش مسلم مثالي من ناحيه من منظور الدين يعني. فده برضو من حياتي ساعدني كتير، ويعني كنت بستفيد منه موتيفيشن يعني، الطاقة بتاعته كانت حلوة صراحة ان هي تزقك لقدام. بس في الاخر في البداية والنهاية هو لازم يكون المصدر بتاعك الدين، عشان لو مصدرك حاجة في الدنيا، لو مصدرك حاجة دنيوية، عايز فلوس عايز مش عارف ايه، يعني ممكن يزقك شوية، بس يعني هتخسر الموراليتي بتاعتك في الطريق. هتخسر الموراليتي بتاعتك في الطريق اللي هو يعني لو انت كل اللي عايزه فلوس، في يوم من الايام هتاخد فلوس حرام، وفي يوم من الايام هتغش، وفي يوم من الايام هتحتكر مثلا سوء، او هتعمل حاجات يعني غلط في الدين بس عشان تاخد الفلوس. ولو انت مثلا عايز عشان تجيب البنت اللي بتحبها مثلا، يمكن تخش علاقة حرام، يمكن توصل الموضوع للزنا، يمكن توصل يعني لو انت فعلا اللي بيزوقك لقدام واللي بيحدد لك اهدافك مش الدين، هتروح في داهية يعني. ممكن توصل للجوع، في ناس وصلت يعني، هو الغرب موجود يعني، هم اكزامبل لكده. رغم طبعا يعني انا مش عايز اخش في النقاش ده، بس طبعا الغرب يعني خصوصا لما انا اعيش ما بينهم وكده، مجتمعهم سيء صراحة يعني.
على قد ما هو بيبانوا ان هم احنا الناس المتحضرين والمدن بتاعتنا نظيفة وعندنا مفيش زبالة والكلام الجميل ده كله يعني، ولكن مع ذلك من ناحية من في مستوى البشر ومستوى الناس وازاي بيساعدوا بعض وازاي بيعاملوا بعض وكده، مصر حاجة مختلفة تماما. عشان مصر اللي اقدر اخدها كريفرنس يعني، بس الدول الاسلامية حاجة مختلفة تماما يعني. لو الدين هو اللي بيحدد لك أسس المجتمع بتاعك، هتعيش مجتمع صالح. لو مفيش دين، مفيش إله، وكلنا ملحدين وكلنا بتنجان يعني، ومفيش حاجة بتمنعنا، وكل اللي بيمنعنا بس هو اللي بيسموه الموراليتي بتاعتك ومش عارف ايه، اللي هو تحديدك انت من نفسك للصح والغلط بيست على شعورك الداخلي ومش عارف ايه. يعني احنا شفنا، يعني اظن يعني مش عارف طبعا ايه اللي هيحصل وقت ما تكون بتسمع الفيديو ده يعني، بس وقت دلوقتي حاليا الويست اللي هم امريكا وانجلترا والحاجات دي، هم بيتدمروا يعني. ما بقاش عندهم مجتمع، بقى الدنيا عندهم بايظه، بقى عندهم كميه يعني امراض مجتمعيه مش طبيعيه، يعني زنا وعدم وجود ابهات في العائلات وفساد فساد بجد يعني. واللي بيحصل طبعا، اللي بيحصل في غزه وان العالم كله ساكت عنه، ده برضه يقول لك ان يعني في حاجه غلط يعني، عارف في حاجه غلط بتحصل في العالم يعني. فانا بس هدفي بس ان انا كنت احكي بس الرحله بتاعتي بشكل مبسط يعني. وان يعني لو بجد انت عايز تحصل علم من غير ما يبقى بتكون بتدعي ربنا ويكون ربنا هو يعني يكون الدين هو اللي بيزقك لقدام، مش مش هتوصل، او هيحصل لك مشاكل هتبعد عن الهدف الاسمى اللي انت عايز تروح له. هتلاقي حاجات هتبعدك عنه لو انت ما عندكش الدين عشان يحكمك ويزقك هو لقدام يعني. وطبعا ادعي ربنا كتير يعني. انا اكتر حاجه كنت بدعي ربنا بيها، واظن قلتها في فيديو تاني، اللي هو اكون اداه للدعوه للخير والعلم والدين. هما دول الثلاث حاجات اللي انا على طول كنت نفسي ان انا يعني اوصلهم للناس. فعلى طول ادعي ربنا يعني، خد بالاسباب وادعي ربنا، هو ده الطريقه عشان توصل اي حاجه في الدنيا عامه يعني. وبس ده كده كل حاجه.